ولا اي مشكله ولا ينتقص من الكتاب المقدس على الاطلاق ان يكون فيه اخطاء علميه. وهدي لحضراتكم مثلا، لو انا دلوقتي نفترض انه في اي كاتب مسيحي مرتشد بالروح القدس بيكتب موضوع روحي خلاص، وهو بيكتب في الموضوع الروحي ده جاب سيره نظريه الانفجار العظيم اللي هي البيج بانج، اللي العالم دلوقتي بيقول انه هو ده تفسير كيف خلق الكون، والعالم خلاص يعني متفق لغايه اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي على انه البيج بانج هو اللي بيفسر كيف نشأ الكون. فالكاتب المسيحي اللي بيكتب بارشاد من الروح القدس بيكتب في موضوع روحي يعني، بس هو بيكتب في الموضوع الروحي ده جت السيره فكتب انه العلم بيقول كذا 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 دلوقتي خلاص. وبعدين بعد سنتين ثلاثه جه علماء تانيين قالوا انه لا يا جماعه، في الحقيقه مش نظريه الانفجار العظيم هي اللي بتفسر نشأة الكون، ده في نظريه تانية خالص. سؤالي، هل اقدر احاسب الكاتب ده اللي كتب بارشاد من الروح القدس في موضوع روحي خالص على انه حط قصه نظريه الانفجار العظيم دي في القصه ولا لا؟ لانه يعني موضوع برضو الارشاد بالروح القدس يمكن اتكلمنا في الموضوع ده امبارح، انه اباء الكنيسه في الحقيقه اللي كتبوا بارشاد من الروح القدس. اللي كتب ده اقدر احاسبه واقول له ان انت كان المفروض بقى وانت تكتب النظريه الحديثه مش النظريه القديمه بتاعه البيج بانج. اعتقد ان الكلام ده مش منطقي يعني. ايا كان انا مش يعني عارف ان الموضوع ده ممكن يبقى موضوع شائك شويه ويعني الناس ما تتقبلوش شويه، بس خليني اقول انه يعني في رايين. في راي بيقول انه لا الكتاب المقدس ما فيهوش اخطاء علميه، وفي راي بيقول انه حتى اذا وجدت بعض الاخطاء، لان الكاتب اللي بيكتب بالكتاب المقدس سواء كان في العهد القديم او في العهد الجديد صحيح هو بيكتب بارشاد من روح القدس. عشان ايه؟ عشان خاطر العلاقه اللي ما بين ربنا وما بين الانسان، عشان خاطر الناحيه الروحيه. انما في نفس الوقت هو بيكتب من خلال الثقافه اللي هو موجود فيها. ما هو موجود في ثقافه معينه، في معتقدات معينه موجوده، في علم وقته كان في علم، والعلم ده كان على قده يعني، كان علم كده العلم المحدود يعني. وبالتالي ممكن جدا وارد جدا انه ياخد من البيئه ومن العلم اللي موجود. قد يكون العلم ده غلط، اتس اوكي، بعد كده ثبت انه غلط. زي ما دلوقتي زي ما بقول لحضراتكم واحنا وبنتكلم بنقول ان نظريه الانفجار العظيم هي النظريه اللي من خلالها الكون، وبكره ممكن يبقى في حد تاني يقول يا جماعه النظريه دي مش مظبوطه وفي نظريه تانيه. فتاني الكتاب المقدس مش كتاب علم وملوش علاقه بالامور العلميه، وما ينفعش ان احنا في الحقيقه احنا كده يبقى بنصغر الكتاب المقدس، او يعني ان احنا نخليه بس مجال للبحث العلمي. طبعا يعني في اخر المحاضره هبقى احب اسمع تعليقاتكم وتعليق ابونا مرقس، طبعا اكيد هبقى هستفاد اكيد يعني.